اخر مباراة ليه. بيراميدز اتغلب في اخر مباراة ليه. النادي الاهلي اتعادل في اخر مباراة ليه. دي احداث الدوري في اخر جولة اتلعبت. فعايزين نقول ان النادي الزمالك بادئ بداية قوية جدا جدا جدا. وطبعا اللي بيبدأ قوي عشان اقول لك ما بيكملش بنفس المستوى بتاعه، وهيقع هيقع هيقع. فالنادي الاهلي عنده فرصة، والنادي الاهلي معودنا كل موسم ان هو بيبدأ بمستوى ضعيف جدا، ثم بعد كده النادي الاهلي بيقدر ان هو ياخد الدوري، بيقدر ان هو يعمل انجاز غير مسبوق. فالنادي الاهلي معودنا ان احنا آه، يكون عندنا صبر، لان الحاجات دي طبعا بتبني شخصية النادي الأهلي. وطبعا كلنا عارفين شخصية النادي الأهلي، شخصية قوية جدا جدا جدا. النادي الأهلي أفضل قلعة رياضية في مصر وأفريقيا، خلينا مقتنعين تماما كده. النادي الأهلي أفضل قلعة رياضية في مصر وفي أفريقيا. فالمباراة القادمة هتكون بين النادي الأهلي وبيراميدز، والمباراة دي عليها مشاكل كبيرة جدا جدا جدا. والمشاكل هي ان نفس المشكلة اللي حصلت الموسم اللي فات او الدوري اللي فات، ان النادي بيراميدز عايز مدرب مصري، طب والنادي الاهلي عايز مدرب اسباني، عايز مدرب اجنبي. ده الفرق اللي هو بين الاختلاف اللي بين نادي بيراميدز وبين النادي الاهلي. فنادي بيراميدز طبعا ممكن، ما حدش برضه عارف رابطة الأندية هترس عليه واتحاد الكرة هيرس عليه. هل هيعملوا زي ما عملوا في الموسم الأول ولا لا؟ محدش لسه يعرف. لكن بيراميدز متمسك بالتحكيم المصري، و الأهلي متمسك بالتحكيم الأجنبي. طبعا كلنا عارفين بيراميدز متمسك بالتحكيم المصري ليه. عارفين بيراميدز متمسك بالتحكيم المصري ليه؟ كلنا عارفين الكلام ده. بيراميدز متمسك بالتحكيم المصري لأن التحكيم المصري بيجي في صالحه. أصل التحكيم الأجنبي احنا كلنا عارفين جودة التحكيم الأجنبي. فلما نادي بيراميدز يطلع ويقول لك التحكيم المصري وأنا وطني وبلادي، والزمالك الموسم اللي فات فضل برضه ماشي ورا كلام بيراميدز واحنا بنحب التحكيم المصري، وكلهم جم ضد الأهلي، وفي الآخر الأهلي خد الدوري برضه بالتحكيم المصري. فدي مش عقبة قدام النادي الأهلي. بس النادي الأهلي ما بيتعاندش. النادي الأهلي ما بيتعاندش. النادي الأهلي عنده فكر، عنده مجلس إدارة قوي قادر إن هو يحل أي مشكلة. مجلس إدارة النادي الأهلي منظم وقوي. ولكن المدرب الحالي في النادي الأهلي شايفه لحد دلوقتي لا يصلح. لحد دلوقتي ما اعرفش بقى، اللي شايف ان المدرب ده لا يصلح لحد الان. وكان طبعا كابتن عماد النحاس في المكان ده افضل. كابتن عماد النحاس في المكان مدير فني افضل من اي مدرب هيجي. طبعا شفنا النتائج بتاع كابتن عماد النحاس، وشفناه اثر تأثير ايجابي مع الفريق وعمل فارق كويس. نادي الزمالك عمل صفقات كويسة، ونادي الزمالك بيلعب. نادي الزمالك هيركب هي الجولة دي، وأظن إن الأهلي هيعود بقوة وبيراميدز برضه هتعود بقوة. وأتوقع الدوري السنة دي هينافس بين بيراميدز والأهلي، والزمالك هيكون بره. دي توقعاتي أنا. نادي الزمالك بينافس في بداية الدوري، بعد كده بيراميدز والأهلي هتكون المنافسة بينهم بس في منتصف ونهاية الدوري. دي توقعاتي للأحداث اللي ممكن تحصل في الدوري الموسم ده. فالنادي الأهلي متمسك بقراره، متمسك إن هو يجيب تحكيم أجنبي، لأنه طبعا شفنا إن الأهلي تعرض للظلم وانسحب من مباراة الزمالك
بسبب إن التحكيم ما كانش أجنبي، وإن التحكيم كان مصري. النادي الأهلي انسحب، ما انسحبش خوف من الزمالك، إنما انسحب تمسكا بآرائه واحتراما بقراره. وده طبعا كان شيء كويس وكان شيء مش كويس في نفس الوقت. كنا عارفين كده كأهلاوية، وطلعنا اتكلمنا وشفنا الأمور والأحداث بتمشي ازاي. فاحنا بنقول لبيراميدز المخطط مش هينجح تاني، مخطط اللي ضد النادي الأهلي مش هينجح تاني. النادي الأهلي حاليا عطى مساحة كبيرة ووقت كبير، باقي يومين على الماتش. فالنادي الأهلي عاطي مساحة كبيرة لرابطة الأندية إن هي تجيب تحكيم أجنبي بس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. سلام.